مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ من اكتر الحاجات اللي بيجيلنا عليها اسئله وهو اللوجوهات. هو انا اقدر اصمم لوجو من الموبايل؟ اظن من بعد الشغل اللي عملناه على برنامج كانفا والحاجات اللي اتعلمناها يظهر لك ان احنا نقدر نعمل اي حاجه من الموبايل. فان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل لوجو من الموبايل من البدايه للنهايه، سواء كان اللوجو ده بقى شكل صوره رسمه كلمه، مش هيفرق معانا خالص. هنقدر نعمل ده باذن الله من الموبايل بكل سهوله من برنامج كانفا. فيلا بينا نبدأ، ويا مساء الفل عليك أو يا صباح الفل حسب الوقت اللي بتسمعني فيه، وأهلا بيك في دكتور فريلانسر. هتكلم بس فيه لو أنا أقدر أصمم لوجو جوه كانفا ولا لأ. لو أنا حابب إن أنا أصمم لوجو جوه كانفا أقدر، عن طريق كلمة لوجوز اللي موجودة هنا دي. فخلونا نبدأ حاجة جديدة، نكريت حاجة جديدة. أنا مثلا هعمل كرييت ديزاين، أو هاجي على السيرش هنا واكتب كلمة لوجو، فيبدأ إن أنا يظهر معايا لوجوز أقدر إن أنا أجيب منها أشكال. أول حاجة بحدد أنا اللوجو بتاعي ده عبارة عن كلام ولا عبارة عن أشكال. يعني أنا هعمل أشكال بس ولا هعمل كلام. لوجو مثلا زي دكتور فريلانسر ده عبارة عن صورة وجواها كلام، يعني هو مرسومة على برامج معينة وعليها كلام. طب انا عايز ان انا اعمل لوجو بس اسمه دكتور فريلانسر عبد الله محسن، كتابه بس كده. فبكل سهوله ببدا اختار اجيب الحاجه من هنا اللي تماتش مع الحاجه بتاعتي اللي انا عايز اعملها. او على الجانب الثاني عايز ان انا اعمل اللوجو ده شكل كاشكال. فعلى لو انا مثلا شخص بعمل لوجو دلوقتي لحد خطاط، انا عجبني الشكل اللي موجود على الشمال ده اخترته. فشايف ان ده ممكن يكون كسن مثلا للريشه بتاعته او القلم اللي هو بيكتب بيه. اول حاجه بس هغير اللون بتاعه، اقدر ان انا اغيره بكل سهوله فاخليه باللون الاحمر. وتحت هنا كده الخطاط ده ليه اسم معين، على سبيل المثال هو اسمه احمد محمد. خلاص انا عرفت الشكل اهو، وهبدا ان انا اختار هنا خط تاني مختلف عن الخط اللي موجود ده، لان الخط ده مثلا مش عاجبني. طبعا اقدر اجيب خطوط زي ما اتعلمنا وبعدين اضيفها هنا. انا كل ده بعمل ايه؟ ببدا ان انا ادور على خطوط تكون كويسه. بص ده ممكن لو كبرناه كده نشوف هيبقى شكله عامل ازاي. يعني ده اللي هيبقى الشكل بتاعه. والله انا شايف ان ده ممكن يبقى لطيف، بس احنا كل اللي محتاجين ان احنا نعمله نكبر بس الديزاين كده عشان نعرف نشتغل عليه. كلمه رايتر دي نشيلها، وبعد كده نروح جايبين ده نحطها هنا. اقدر ان انا بقى اغير في الشكل اللي فوق ده، ازود عليه حاجه، اعمل عليه حاجه. يعني ممكن ادخل مثلا على الاليمنت واختار حاجه زي رايتنج، اكتب كلمه رايتنج، وابدا من رايتنج اختار جرافيك، او اختار اي شكل من الاشكال اللي قدامي دي، على سبيل المثال الريشه، واحطها جوه التصميم بتاعي حتى. يعني احط الريشه دي حتى جوه التصميم بتاعي كحاجه زياده موجوده جوه. على فكره كل حاجه بتكون جوه التصميم بيكون ليها مدلول، يعني والناس بتاخد بالها منها وبتبص على شكلها وبتكون فاهمه ان اتحط فين عشان كذا. طبعا تعرف تعمل ده. على سبيل المثال على فكره ممكن بدل ما انا جبت اللوجو ده جاهز وطبيعي ان هو يكون متشابه مع اي لوجو تاني موجود بره، انا بكل سهوله لما كتبت كلمه رايتنج بدا يظهر معايا الريشه اللي ظهرت قدامي دي. فانا ممكن اختار الريشه دي ان هي تكون اللوجو بتاعي اصلا. وهبدا بس ان انا بص كده، هبدأ إن أنا أجيب الريشة دي هنا كده فوق الاسم، وأبدأ أغير اللون بتاعها لأي لون أنا محتاج إن أنا أغيره. وأغير كمان الخط بتاعي بحيث إن هو يكون ماشي معاها. أو إن أنا أحط مثلا الاسم بتاعي ده بخط تاني مختلف، بحيث إن أنا في استخدام كده ممكن أقول لكم عليه دلوقتي. لو أنا مثلا خليته بالخط ده أقدر إن أنا كل اللي أنا هعمله بس دلوقتي إن أنا هصغره كده وأحطه هنا كده جنب التصميم. او اعمله كده اقلبه او اقلبه كده بحيث ان هو يكون ايه، زي امضه كده معموله على التصميم بتاعي. ده كده كل واحد بقى والشكل اللي هو حابب ان هو يصممه. ده مثلا نوع من انواع اللوجوز، ممكن حد يعتمد ان اللوجو ده هو يبقى اللوجو بتاعه. تعرف تضيف عليه اشكال كمان، ولكن ما المهم في اللوجو ان هو يكون حاجه بسيطه بتوضح الشغلانه اللي قدامك. انت ده عرفت ده ان ده خطاط او حد بتاع الوان او الكلام ده كله. طيب الجزء الثاني من اللوجوهات وهو طبعا اللي انا قلته ده، انت قدامك حاجات كتيره جدا تعرف تاخد منها، تعمل تغذيه بصريه، تعرف انك تبص على شكل من الاشكال الموجوده تبدا تعمل زيه او تعمل حاجه قريبه منه من كلمه اليمنت وتجيب الشكل اللي انت عايزه. لو انت عايز الوان معينه او ستايل معين تقدر انك تختاره. مثلا انا اخترت هنا كلمه لوجو واخترت ان هو حاجه خاصه مثلا ببزنس، فعملت ابلاي يجيب لي حاجات خاصه بالبزنس انت شايفها قدامك اهو. فانت بتبدا انك تختار الكالر مثلا اللي انا عايزه،
انا محتاج الوان الاصفر، فاعمل ابلاي يجيب لي الالوان اللي انا عايزها. البرنامج بيوفر لي كل الحاجات دي. طيب انا في بقى جزء تاني عايزين بقى نعمله، وهو ان انا لو دلوقتي هرغي ده كده تاني. لو انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل لوجو، ولكن اللوجو ده مجرد اسم بس، فبكل سهوله ببدا ان انا اختار فريم معين هبدا ان انا اكتب جواه الاسم. اما ان انا اعمله زي كلمه لايت ستوديو اللي قدامك دي واخدها واغير الكلام اللي جواها، او ان انا اعمل حاجه من البدايه خاصه بيا انا. فممكن استخدم فريم زي اللي هنا ده برضو، اللي موجود على اليمين خالص في الوسط ده، او ان انا اعمل حاجه من البدايه. وانا بحب دايما ان انا لما اجي اشتغل حاجه اشتغلها من البدايه عشان خاطر ما يكونش في اي تشابه بينها عذرا يا شباب، بينها وبين اي حاجه تانية موجوده. فعلى سبيل المثال هكتب هنا هختار ان انا هعمل يلا اكاري ديزاين، وابدا ان انا اختار المقاس بتاعي تمام، او ان انا تعالوا نجيب حاجه جاهزه سوشيال ميديا فيسبوك، اختار التصميم اللي احنا المقاسات اللي احنا شغالين عليها، وابدا ان انا هنا هعمل تصميم دلوقتي. التصميم ده عباره عن ايه؟ على سبيل المثال هعمل عبد الله محسن، هعمل له لوجو بسيط كده عباره عن كلمه عبد الله محسن دكتور فريلانسر، او كونتنت عبد الله محسن كونتنت كريتور وسيو اكسبرت، واحط فيه جوه فريم. كل الحكايه من اليمنت هنا ابدا ان انا اكتب كلمه سيركل. تعالى نكتب سيركل، انا عايز اليمنت يا باشا سيركل والله، وابدا اشوف الاشكال اللي هتظهر لي. هتظهر لي ايه؟ سيركل. بعد ما ضغطت عليها بدأ يظهر لي الاشكال اللي قدامي دي. اقدر ان انا استخدم اي شكل قدامي هنا يعجبني، والله كل واحد بقى وذوق، يعني دي حاجه مش صعبه. ممكن اضغط على كلمه جرافيك بحيث انه يجيب لي اشكال جرافيك واشكال احلى كمان اقدر ان انا استخدمها. خليك انزل لغايه ما تلاقي الشكل المناسب اللي انت عايز تكتب جواه الاسم. مثلا على سبيل المثال كان في واحد هادي كده فوق ممكن ان احنا نستخدمه اهو. على سبيل المثال هو ده الشكل اللي انا هكتب جواه الاسم. الاسم اللي انا هكتبه دلوقتي ضفت حاجتين كمان عليه. الاسم اللي انا هكتبه دلوقتي هنا هو اسم عبد الله محسن. فانا هبدا ان انا اختار كلمه تكست، ومن تكست هبدا ان انا اضيف الاسم. والله الاسم ده هكتبه بالانجلش مثلا، عبد الله محسن. خلاص ده شكل الاسم بتاعي. اقدر ان انا طبعا احنا اتعلمنا دي، اقدر ان انا اخلي الكلام جنب بعضه، يعني تحت بعضه انا اسف، او جنب بعضه، واظن ده عرفناه وعرفنا بنعمله ازاي. ممكن اخلي ده كده واكتب تحتيها المسمى الوظيفي مثلا بتاعي، وليكن هعمل من هنا دبليكيت، وابدا ان انا املى ده بالمسمى بتاعي. هكتب كده مثلا سيو اكسبرت اند فين اند كونتنت كريتور. خلاص انا بدات ان انا لقيت الشكل ده يبقى مناسب كده. هبدا ان انا بس اكبره. انا عايزهم يكونوا جنب بعض، انا عايزها تكون بالشكل ده بالظبط جنب بعضه، وعايز اصغرها اكتر من كده كمان عشان تخش جوه التصميم بتاعي او جوه الشكل اللي انا عامله. هو هتكون واضحه لاي حد على فكره. اقدر ان انا اغير الخط بتاعها لو انا حابب، يعني انا مش عاجبني الخط ده اعرف ان انا احطها باي خط تاني، بحيث ان هو يكون بس ماشي مع الشغل. على سبيل المثال خط زي ده واضح جدا لو انا حابب ان انا اخليه كده، ولكن كان في الخط اللي انا اخترته دلوقتي كان عاجبني الخط ده، بس بحيث ان هو يكون مختلف شويه عن الخط اللي احنا ضايفينه. واقدر ان انا اكبر فيه في الخط ده شويه او اصغر فيه حسب ما اشوف مناسب. اقدر ان انا اغير اللون بتاعه بكل سهوله. انا كل اللي انا بعمله قدامكم دلوقتي بعرفكم ان انا ممكن اعمل اي حاجه في الديزاين اللي قدامي بكل سهوله. الموضوع سهل جدا. اللون ده مثلا ممكن ان انا اغيره لو انا حابب. لو انا حابب اغير اللون بتاع الفريم نفسه انا اخترته، اللي هي نرجع تاني على فكره اي حاجه انا بغلط فيها او بتمسح مني بالغصب او بضيف حاجه زياده برجع من علامه الاسهم اللي فوق دي. طيب انا مثلا دلوقتي معايا الشكل ده حابب ان انا اغير اللون بتاعه، بقدر ان انا اغير اللون ده بكل سهوله برده. تمام. فانا ممكن ابدا ان انا اختار اللون ده مثلا بني شويه، فاللون ده لحد ما كويس. الشكل اللي قدامي ده بقى تمام. كل اللي انا هعمله بقى بما ان انا بشتغل في مجال الاس اي او، فانا هاجي كده على كلمه element واكتب هنا كلمه كونتنت. انا عايز اجيب لي حاجه قريبه من الكونتنت مثلا، يعني حاجه زي دي كده، وابدا ان انا اخدها كده اصغرها شويه. وكل اللي انا اعمله احطها على التصميم بتاعي، يعني احطها مثلا فوق التصميم بتاعي كده، بحيث ان ده حد ليه علاقه بكتابه المحتوى. ماشي. واقدر على فكره اغير اللون بتاعها، يعني ده لو انا يعني عايز اغير اللون بتاعها لاي لون انا محتاجه.
اقدر ان انا اغير. انا بس كل حكايه انا مش عايز اكتر الالوان في التصميم بتاعي، وهي لو ماشيه مع اللون على فكره اللي موجود هتكون الطف كتير. يعني هي لو بنفس اللون ده هيكون الطف كتير. الاسم اللي جوه ده اللي ممكن فعلا تغير اللون بتاعه، على سبيل المثال اللون الاحمر، وكذلك ده يبقى باللون الاحمر، ويبقى ده اللوجو بتاعك، او هيبقى ده الشكل العام بتاع اللوجو بتاعك، وتعرف تعمل له سيف بكل سهوله. اللوجو ده تعرف تستخدمه بعد كده في اي حاجه انت محتاج تستخدمها. مش عايز ان انا اضيف عليه اليمنتس كتير، ولكن لو انا جيت هنا على كلمه داونلود، اعمل له PNG واعمل له داونلود، بص كده معايا هيحصل ايه. وكذلك لو انا دلوقتي عملت داونلود ولكن ما عملتلوش سيف عشان بس يظهر عندي على الجهاز، هعمل كلمه سيف ايمج، وفي نفس الوقت برضه هعمل له داونلود عادي خالص كجي بي جي. عايز بس اعرف هو اتحفظ كده جي بي جي ولا لا، برضه من الشير من هنا عشان يعني ما بقاش في الشك. اجي على كلمه جي بي جي واعمل داونلود واعمل سيف ايمج. خلاص يا باشا، تعالى كده بقى نخش على اي تصميم موجود عندنا من التصميمات اللي احنا كنا شغالين عليها. تعالى، ده اللوجو. تعالى ندخل على التصميم مثلا اللي كنا شغالين عليه ده، وبكل سهوله هبدا ان انا هرفع هنا اللوجو بتاعي اللي انا لسه عامله. هاجي على الكاميرا رول وابدا ان انا اختار اللوجو من اللي انا لسه عامله دلوقتي. اخترت الاثنين دول عشان واحد كنت عامله جي بي جي وواحد عامله بي ان جي. يعني اظن دول كده الاثنين بي ان جي، الاثنين دول جي بي جي. تعالى كده نشوف ابلود فايل، نشوف كاميرا رول، ونبدا ان احنا نعمل ابلود. انا كل اللي انا عايز اعمله دلوقتي، وعلى فكره هبعت لكم برامج تانية، البرامج دي وظيفتها كلها ان هي تحفظ لك الحاجه دي، ان هي تعملها لك باك جراوند، تعمل لك الحاجه دي بدون خلفيه. طيب هو دلوقتي مش ما حفظش دلوقتي بدون خلفيه. خلوني اجرب احفظ تاني بدون خلفيه واشوف هل في اللوجوز بيحفظ بدون خلفيه ولا لا. انا فين اللي كنت شغال عليه؟ ده اللي انا كنت شغال عليه. تمام جدا. اجي هنا على كلمه شير داونلود ترانسبيرنت اهو، واعمل داونلود واعمل سيف. بعد كده باجي على الكاميرا رول وابدا ان انا اهو، يعني هو ظاهر قدامنا بي ان جي اهو. خلونا بقى ندخل على نجيب التمبلت اللي كنا شغالين عليه عشان نضيفه عليه، واجيب كلمه الكاميرا رول وابدا ان انا اعمل له اد، وبعد كده اختاره عشان يكون جوه التصميم بتاعي. شايفين هو بي ان جي ازاي؟ يعني اظن شكله لطيف جدا اهو. وده بقى الشكل بتاعه، وده بقى شكل التصميم بتاعي. حابب ان انا اضيفه بالشكل الخلفيه البيضاء بتاعته. تمام. حابب ان انا اضيفه بس بالشكل ده كده. يعني اظن الموضوع بقى واضح بالنسبه لكم، وده ازاي ان انا ممكن اعمل لوجو على برنامج كانفا. انت كده اتعلمت ازاي تعمل لوجو، ازاي تعمل انفوجرافيك، ازاي تعمل تصمم صوره، ازاي تعمل باوربوينت، انفوجرافيك باوربوينت، ازاي تعمل فيديو. الموضوع بسيط جدا، ان انا وانا بره كده وبختار من هنا كلمه فيديو، ابدا اختار المقاس اللي انا اشتغل عليه، وليكن حاجه للفيسبوك او فيسبوك ريل مثلا، انستجرام ريل اهو. وابدا ان هو بيجيب لي هنا حاجات ممكن ان انا اعمل عليها او اظبط عليها، او انا اعمل بنفسي، او اجيب حاجه من على جوجل واعمل لها ابلود. بكل سهوله اعرف اعمل الحاجات دي كلها. وليكن على سبيل المثال لو انا اجيب الحاجه اللي فيها السكاي دي، وبص كده لما بيشتغل معانا هو ده المحتوى بتاع الفيديو. يعني اللي هيشتغل دلوقتي ده هو ده محتوى الفيديو، ان السما بس بتتحرك. اقدر ان انا اضيف عليها حاجه، اضيف عليها فيديو جديد من كلمه اد، اضيف فيديو جديد هنا. ده كله كنوع من انواع يعني انك ازاي تعمل فيديو على برنامج كانفا. طبعا الحاجه هنا مش هتبقى بروفيشنال قوي، ولكن بيديك الاوبشن ده. وان شاء الله باذن الله في كورس المونتاج هنتعلم برامج مختلفه عن ده طبعا خالص، وهتكون احسن من كده بكتير، وهتدينا اوبشن احسن من كده بكتير جدا. بكده انا اكون خلصت الجزء بتاع النهارده، وكده يعتبر خلصنا كل الاجزاء اللي اتكلمنا عليها وقلنا هنشرحها في كورس التصميم. وباقي لنا بس حته السي في، ازاي نعمل سي في. عشان كده انا سايب له الجزء الاكبر بكره في المحاضره، يعني هيبقى جزء كبير منه، جزء كبير من المحاضره بكره هيكون السي في. وبعد كده هنتعلم ازاي بقى نعمل ايه هي بقى، ازاي هنسوق المهاره دي، ازاي هنضيفها على الموقع. طب ممكن نضيف كام مهاره عن طريق اللي احنا اتعلمناه، ازاي هنزود الفرص بتاعتنا. ده كله طبعا لا كورس فريلانس، الموضوع هيكون سهل جدا، مجرد كلام بسيط هنقوله بكره هيكون يعني سهل جدا بالنسبه لكم. وبكده يا سيدي انت دلوقتي تقدر تعمل لوجو من الموبايل بتاعك. مش بس اللوجو ده هتعمله لنفسك، اللوجو ده ممكن تستفيد منه انك تدخل على مواقع الفريلانس وتقدم المهارة دي كمهارة او خدمة، وبعد كده تعمل لوجوهات للناس وتاخد عليها مقابل. والمقابل المادي على اللوجوهات حاليا حلو جدا ومرضي جدا جدا جدا. بالتوفيق ان شاء الله. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، وكمان تنشر الفيديوهات دي والكورس ده لأصحابك اللي مهتمين بمجال فريلانس ومهارة التصميم.
عشان تقدر تفيدهم كمان زي ما حضرتك بتستفيد دلوقتي. بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامة.